أراها بتقترب من مرحلة الأسف، هي مرحلة الانفصال عن زوجها الممثل أحمد العوضي. إعلان طلاق الزوجين المصريين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يهز مواقع التواصل الاجتماعي، وجدل كبير بشأن تنبؤات ليلى عبد اللطيف. وقبل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أعلن النجمان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز عن طلاقهما يومه الثلاثاء، وذلك عبر منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي. وعبر حسابها على الانستغرام أعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز عن طلاقها من الممثل أحمد العوضي، وكتبت معلقة: تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، بيننا كل الاحترام والتقدير. وبدوره أعلن زوجها أحمد العوضي في منشور على صفحته في الفيسبوك عن الطلاق قائلا: تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير. وتداول عدد كبير من جمهور النجمين خبر انفصال الزوجين، معبرين عن اندهاشهم وصدمتهم من طلاق الثنائي الفني، خصوصا مع عدم وجود أي بوادر سابقة لخلافات بينهما. لكن الأمر الأكثر إثارة للجدل هي تنبؤات خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف التي توقعت انفصال الثنائي في عام 2024. وعلق العوضي على هذه التوقعات حينها بعبارة: كذب المنجمون ولو صدقوا، مشككا في هذه التنبؤات ورافضا لها. هي مرحلة الانفصال عن زوجها الممثل أحمد العوضي وبشكل مفاجئ. هيدا الخبر كمان بزعل انه تنفصل عن زوجها، وان شاء الله توقعي ما يصير. حتى